عندك وصحابكم عندك وصحابكم ما عرفتش انا معزول على هذا الشيء. ملي كتهضر مع هادو راه كتمشي للحبس، وملي كتصاحب مع هادو كتولي في مأمن. هذه نسجل عليها لا نريد سجنا، والله ما كنبغيه وكندير المجهود، ولكن الا كان كتبوا الله ما كاين ادنى مشكل. باش نكون معكم واضح، باش يخرجوا لي دابا في الافتتاحيه بهذه الطريقه، انا كنقول لك العصابه، انا ما كنبغيش نقول هذا الكلام. هذا المنطق ديال من دابا خرج لي داير لي افتتاحيه من المال العام كتخلص، تخصصها لي انا عوض ما تخصصها للمشاكل ديال البلاد. جايب داير انا نوقف معك في الافتتاحيه كلمه بكلمه، ولكن نبغي نسطر على هذه. يعني كيعز، انا اولا بغيت ندير واحد جوج شابويات المغاربه ماشي بالملايين. انا كيعجبوني البسطاء حق الله العظيم، بنادم اللي واعي ما مادلش، ماشي اللي كيتنافس معاك على المنصه. بغا يساويونا بعض الناس وبعض النخب وبعض اللي كيكتبوا. كاين بعض الناس ما كنقولش كلشي، حيت كاين بعض الناس تواصلت معاهم قال لك السي المهداوي اسمح لنا، اما تيقول ما سمعتش الفيديو كامل ما فهمتش. حنا كنا كنناقشوا شرعيه الممارسه الصفه. انت معارض ولا انت باغي كتقول باغي تغير العالم من جزء معركتك، ما كتقولش اسيدي شرعيه النظام، شرعيه الحكم، شرعيه الحكومه، شرعيه القانون. ايوا راه معركتنا مع هذا السيد كانت شرعيه القانون. واش عندك الصفه؟ هذا ماشي نقاش فكري وكديروا على اللي بغيتو. خليني شكون انا وشكون هو، موضوع النقاش. وكنحيي بغيت ندير جوج شابويات لواحد انا كيحمقوني كنقولها المغاربه البساط، واعي بسيط ونقيو صافي، ماشي بسيط مفهوم، لا 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 والله الا كاملنا كاملين واعرين وعايقين وفاهمين. انا دوك اللي كيبغيو بعض ما بغيتش نقول شي كلمه، دوك الفاهميه، دوك الفاهميه هما اللي خرجوا على المغرب. تيبغي بنادم يجمع جيمات، باغي بنادم معاه ما كاينش عن تا الرمضاني، راه كاين انا ودخلوا عندي. ماشي هذا النقاش، حنا راه كنواجهوا الحبس. كنقول لكم هذا الشيء، واش بالضروره حنا نقولوا المواقف ديال التخربيق باش انت تكون مزيان؟ ولا كنهضر معاك كلشي. ولا بعض المرات البهداوي خصك تكون، لا خصك تكون هادئ. ما كاينش الهدوء، راه بعض المرات كتهضر في شي امور كتقيسك، راه تبقى تزوق في الهضره وتبان وراه يفضحك. واخا تعيا تمثل على المغاربه في كريماس وجهك كتبان لك. اسيدي كون صادق، عبر بمشاعرك، عبر كما بغيتي، كون عام معقول. شي واحد بقى يدير لك هكا بشويه بهدوء، انا غنوري لكم الهدوء، انا نوري لكم فيديوهات الهدوء. اذا جوج نقاط في غايه الاهميه. هادو اللي كيقول لك الصحفي راه في الحبس، هادو اللي في الحبس راهم دخلوا في صراعات قبل مني انا مع هادو وعاد مشاو للحبس. سجلوا هادي عندكم جوج، والله لا طفرناه، والله لا طفرتوه. شكون اللي عرقل الحكومه ديال اليوسفي؟ هما هادو. تشويش وبدات الصفحات، صفحه عدد منها، والله لا درتي شي تجربه. حكومه بن كيران، رغم بن كيران له ما له وعليه ما عليه وانتقادات ليه ولي، ومع ذلك اش داروا له؟ في الاول طلعوه للعماريه، هذا بيت بن كيران، هذه نبيله، هكذا يعيش بن كيران. بلا ما تكلمه غير تلوات في روسيا وسوريا، في سوريا واليمن، يا وناضولو ها جافيل، ها التيد، ها مو الصابون، هكذا. نفس العمليه دابا معنا، بداو معنا في الاول، دازوا لنا من خرجنا شويه، دازوا لنا الاحتواء، ما صدقناهمش الاحتواء، دازوا لنا بقاو قلبوا لنا في حياتنا شويه، دازوا الادسنس، ها الدار، هاش عنده، هاش مشى، فيما نقول شي كلمه تلوى حتى وصلوا لدابا. من تشوفوا خرجوا لك دابا جماعات، راهم جماعات المغاربه. عندك اصحابكم مش مساله شخصيه، انا اللي بقى فيا بعض الناس مساله راه بين فلان وفلان، تسير بحالك الاستاذ، ما كتعرف كل واحد راه معسكر وباين، ترى كل واحد معسكر وباين. شبان من فلان وفلان؟ شبيني وبين داك السيد؟ شبيني وبين داك السيد؟ شبيني وبينه؟ هذاك راه يعبر، كيعبر على واحد التوجه. هذاك عا مخرج الهليه، هذاك مخرج. واش الصحفي غيعاير الصحفي بالمدلس ولا يسبوه؟ من لا يعقل قدام عباد الله تجيب بنادم من اخلاقيا. اذا ما بغيتش يفهم. اذا هذاك الصراع اللي بغيتكم تفهموه كنحمل شويه يقول شخصا شي اللي كيقول المعاطيه والصحافه مابقاش وخليتو، هذوك هما. داك هو كيدوخك ايها الشعب المغربي. لا المغاربه النقاش فكري، والنقاش وتناقش مع اي واحد. باش نعطي واحد المثال السجالات اللي كانت نعطي مثال حديث. عبد الله العروي مالو؟ ياك مفكر، ما كتحترموش العروي؟ ياك العروي مفكر، عبد الله العروي ايوا جا لدوزيم وتناقش مع نور الدين عيوش وكتب عليها شنو كتب علي انوزه باقي عاقل، المفكر والتاجر، ودار واحد المقال سلخ فيه عيوش وكذا. عبد الله العروي مالي انا قد عبد الله العروي، وعيوش قد عبد الله العروي فكريا ومول تاريخانيه ومول الاطروحات والعرب والفكر التاريخي. وعقلوا على هذه المغاربه. عبد الله العروي حاور نور الدين عيوش، ولكن عبد الله العروي راه ذكي. عيوش غير بورت بارول ديال واحد الفهمه فرانكفونيه كتستهدف اللغه العربيه، كان يخاطبها عن طريق كما انا كندير.
لان زعيمهم في هذا الرمضاني هو الوجه الاشهر لهذا. هذا وجهه نظري ديال الصحافه ديال التفاهه وديال الرذاءه. فانا ملي كنستعمل شحال واحد كيسبني وكيهضر ما كنهضرش عليه، استغليته هو، ماشي استغليته باش نمرر رساله في مواجهه التشهير، في مواجهه الرذاءه. هو حيت عارف فكرتي غتنتشر اكثر، والدليل ان الفيديو اللايف وصل 17000. المسألة ماشي شخصية، كنت أخاطب معسكرا وراء الرمضاني، توجه صورة فكر كبير، واحد التوجه، والدليل هما الصفحات اللي خرجوا اليوم كاملين وتزاد لهم السي الشرعي حسب ما بلغ إلى علمي، ونتمنى يكذب السي الشرعي هذا الشيء. ودابا نشوفوا السي الشرعي اش قال. قد يبدو للبعض النقاش أو الجدال الدائر بين زميلنا الصحفي المقتدر شكرك العروسة رضوان الرمضاني مقدم البرامج الناحية الشهيرة على ميد راديو ودوزيم مدير أخبار قناة ميد راديو الإذاعية يوتيوبر يوتيوبر أولا هذا الشرف، تحية لليوتيوبرز في العالم، أي يوتيوبر في العالم تحية له إلا الساقطون ولا اللي كيأدوا عباد الله ولا شي حاجة. مشي اليوتيوبر اللي كيديروا محتويات محترمة تحية لهم أينما كانوا في العالم. هذه الأولى نحيدوها. في الساحة بشطحاته الغريبة التي لا تخضع لعقل ولا منطق، مجرد نقار بين اثنين لا يستحق التوقف عنده كثير لأنهم اختلفوا وتجادلين الآن والسلام. وعلاش وقفتي درتي افتتاحية كاملة؟ هذا هو كضحك على البلاد. واخ أنا غنمشي معك، أنا نجيك اليوتيوبر، أنا نجيك ليها. النقاش بين رضوان الرمضاني وبين اليوتيوبر إياه نقاش بين مهنة رصينة بضوابط وبين منطق جيبية فم وقول. كيفاش؟ أنا غنجيب لك جيبية فم وقول. كتعرفوا شنو أخطر ما نعيشه في المملكة المغربية اليوم؟ هذا هو أن الفقيه ما بقاش فقيه. بغيت نعطي شي صورة باش نوصلها للمغاربة. الفقيه عاد شي واحد تيكون في أستاذ ما بقى أستاذ. دابا كتلقى موقع أكبر موقع مشهر بالمغاربة كيمشي كيدير لك مرصد تشهير، انه كيتشكى من التشهير وكيضل يشهر بعباد الله والعداوه. ديرها هكا تلقى بنادم راس مولك داير لك ابو زعيتر دايرو عريان وبصدرو والزغب وجابد لامو، ماشي تشهير هذاك. خلي ابو زعيتر اللي عنده شي مشكل ولا دعوه، ونجيب لك عاد بنادم عريان بالزغب، وهذاك شنو هو التشهير؟ صوره شخصيه من واحد البلاصه، خلي الصوره ديالو كبطل كيلعب، لا تخلوا لواحد الصوره فيها بالتبان وجابد له وشمو وداير لك مرصد للتشهير والعداوه. هو ماشي صحافي، ما عندوش البطاقه وضد القانون، وانا عندي بطاقه، وهو اللي خارج القانون تيقول لك انا يوتيوبر وهو صحافي وبلا صحافي. حلل وناقش. هذه بلاد، هذا هو الخطوه اللي وصلنا لها في المغرب. المشهير كيدير مرصد ديال التشهير، اللي ماشي صحافي كيجمع اللي ماشي صحافي، اللي ماشي محامي يجمع المحامي، واللي ماشي قاضي كيجمع القاضي، وكل شيء هنا اختلطت الاوراق. ها النقاش كنقول لكم ماشي فلان فرد، انظروا الى الامور في شموليتها. الانحراف الاخلاقي اللي وصلنا له في البلاد. يوتيوبر، واخا نفكر المغاربه اللي ما شافت الحلقه الاخرى باش الناس تفهم هذه النقاش القانوني. انا نوريك شنو هو اليوتيوبر. اسمع نهضر معك. لاحظوا واحد الملاحظه مهمه مع مع سميتو مع الرمضاني، وهذا اللي كيجاوب ولا نقطه قانونيه يجاوب عليها. دابا في هذه الافتتاحيه كيمشي على الانشاء، على الشهاده، على السحور، الهضره، اللي جاوب على النقاش القانوني. ها النقاش القانونيه الاستاذ شكون يوتيوبر؟ يتم اثبات صفه الصحفي المهني بواسطه بطاقه الصحافه المهنيه المسلمه الى المعني بالامر وفقه. صافي، انت باش كنعرفوك صحفي عندك بطاقه، هي قانون، ها هو القانون الاساسي الصحفي المهني. ما عندكش بطاقه ماشي انا، لفظك المشرع، لفظك القانون، انت خارج القانون، انت في الفوضى، انت خدام في دائره السيبه، خدام في العشوائي. والدليل والخطوره في الحلقه معاش كيقول لك؟ تيقول لي سير دعيني في القضاء. هذا اخطر جمله دازت ما تابعوش الناس. الشعور بالحمايه محمي. سير دعيني، غنقول عليك مرتزق وغنقول لك مدلس ونصاب ونقول لك اللي بغي، ولا نقول عليك كلب ولا نوحي، ماشي مهم. سير دعيني، عارف راسو ولا لا صورتي ماشي حاجه في القضاء. هذه أخطر فكرة. المادة 11: لا يجوز لأي مؤسسة صحفية أن تشغل لأزيد من 3 أشهر صحفيين غير متوفين على بطاقة الصحافة المهنية السارية الجيرة. السي أحمد الشرعي، المغاربة المتياسرين بعضهم والبعض نقول شي كلمة المعلمين، القانون مؤسسة كتاخذ فلوس من المال العام، من فلوسي وفلوسك، يخاطبها المادة 11 كتقول له أيها المشرع، أيها صاحب المشروع الشرعي أو غيرك، راك مخدم معك واحد الشخص فات أجل 3 شهور، أنت خارج القانون. إذا شنو هي العقوبات اللي وطن الصحافة هنا؟ شنو هي العقوبات اللي كاين هنايا ديال الدعم لوزارة الاتصال؟ وهذا القانون، ولا نمشيو نديرو شي حاجة أخرى. لا المهداوي ملي كتشد بنادم كتزويه تيبقى يهرب لك. صحاب المغاربة أذكى،
المغاربة أذكى مما يتصور البعض. إذا لا يجوز لأي مؤسسة صحفية أن تشغل لأزيد من 3 أشهر. شحال خدام هو الرمضاني؟ لا يجوز لأي مؤسسة صحفية أن تشغل صحفيين غير متوفرين على بطاقة الصحافة المهنية السنة الجارية أو لم يتم تقديم طلب الحصول عليها. ما جددتيش الطلب أكثر من 3 سنين. نوضح لك واحد النقطة بعدا. أنا من الناس، أنت ما عرفتيش، أنا نعاونك على واحد النقطة. أنا من هذا المنبر من الناس اللي كان طالب كاينة مادة في المرسوم، هذا المرسوم مادة فيه إلى واحد السيد كان عنده بطاقة شحال هذه، من خرج القانون الجديد ما جددش. وفاش ما جددش في أجل 3 سنين كيطيح في دائرة ديال بحال اللي A0 خصو يجيب الإجازة في الشروط الجديدة. هاد السيد ما جددش. أنا من الناس اللي كان طالب من هذا المنبر تحيد هذه الماده. لا يعقل واحد ضرب 30 عام ولا 40 عام مشى لشي مهمه وقعت واحد 3 سنين انقطع ونولوا نعاودوا معاه A0. ولكن القانون هو هذا دابا. انت دابا خارج دائره القانون، انت ما عندكش دبلوم، ما عندك لا اجازه، ما عندك لا دبلوم، انت عندك بكالوريا. هذا واقع ما فيه لا سبان ولا تهكم ولا حتى شي حاجه. ما كاين خدمتي في 2001 ولا شغلك هذاك. ولكن ما تهضرش على الناس خارج الشرعيه. ما تقولش المعطيمون نجيب انت خارج كذا وكتخالف القانون، تقول شي ما تهضرش حتى على شي واحد. انت براسك سوي وضعيتك القانونيه. حنا ماشي ضد، حنا كنطالبوا تسوي وضعيتك، سويها. ها القانون واضح معك. ما جددتيش علاش 3 سنين؟ فين كنتي في المغرب؟ علاش ما جددتيش؟ لماذا؟ واش حيت ما عندكش الدبلوم، ولا حيت ما بغيتيش المغاربه يعرفوا الاجر ديالك في دوزيام؟ ماشي المغاربه، المجلس ربما ما بغيتيش يعرف شحال عندك في المجلس الوطني للصحافه، شحال كيعطيك ميد راديو وشحال كتعطيك دوزيام، وهاد الاجرين بجوج شحال قيمتهم. انا راه عندي ارقام فلكيه كنسمع، ارقام فلكيه، ولكن والله اخلاقي ما تسمح لي، ما عطاونيش دليل. شي كيقول 7، شي تيقول 5 في دوزيام، شي تيقول الله اعلم، ولكن ما غنصدقش. انا اعتبرتك علاش ما بغيتيش؟ جوج الاعتبارات: ما كاينش الدبلوم، والاهم ما بغيتيش المجلس يطلع عليك على الصاليرات الحقيقيه اللي كاين تما. لانه علاش مشيتي انت لدوزيام؟ علاش يمشيو للصحفيين؟ الصحفيين يمشيو للحبس، مشي توفيق للحبس وسليم مشاو، وانتوما هامد رادو تمشي لدوزيام وتحاسبوا معنا حنا على المداخيل. السي الشرعي تقول لي انا الادسنس شحال عندنا حنا اليوتيوب؟ الادسنس عند الجزيره، عند BBC، كبريات القنوات الدوليه عند الادسنس. انت هاد الجريده باش كتبيعها؟ كتصدقها على المغاربه فابور، كتوقف في الشانطي كتوزعها، راك كتشد فيها فلوس كتبيعها. هاد الكلام هذا ما كتبيعوش المغاربه، كتمشيو تشريو الجريده فابور. هذا واحد اللعب كيديروا. كيفاش؟ شكون اللي ما كيقلبش على المداخيل؟ شكون هذا اللي ما كيقلبش على المدخول في حياته من كيفيق في الصباح؟ ولا شي زاهد في الحياه عايش بالصيام في هذا الكون؟ هذا نقاش ديال القصارى ديال العقول اللي كتعوزهم الحجه، اللي كيتحشروا في الزاويه، كيبقى لهم عاد هضره ديال الدراري الصغار، كيضحك عليهم الشعب المغربي. سلام معكم النقاش يكون جدي ومسؤول. واش انت كتفرق الجرائد؟ قول لي انت يا السي الشرعي، كيفاش نتوما كتبيعوا 100 نسخه في النهار؟ جريدتكم كديها على الادارات، علاش كتاخذوا ذاك المال العام، الدعم الكبير ديال الشعب المغربي؟ وشحال حجم الدعم اللي كتاخذوا؟ وياك انا قلت لكم تحدي، قلت كاع الصحفيين المغاربه اللي كيعدوا راسهم تعالوا نكشفوا على مداخلنا، شنو كتعطينا الوزاره وشنو كندخلوا من الادسنس وشنو عندنا من املاك. والبوليس والمخابرات حكم بيناتنا. انا ادعو المخابرات تفضح، وكنعطيكم من دابا لاكسي البنكه ديالي. وشنو التحدي؟ شنو بغيتو اكثر من هذا النزاع؟ حنا نشروا املاكنا واللي حصل الفلطه بالكبوط. يلا بقات في الهضاضر الخاويه على الشعب المغربي كتضحكوا عليه. شحال كتاخذ كدعم من وزاره الاتصال؟ شحال كتبيع من نسخه؟ نعاودها لي اهميتها. الشيء المغاربه الحلقه كامله نساوها، خذوها جوج جمل كنهضر معكم في مالكم في رزقكم. شحال السي الشرعي كتاخذ من المال العام كدعم من الوزاره؟ شحال كتاخذ من المال العام؟ اقل هذه مهمه. شحال كتبيع من نسخه؟ وما مدى احقيتك بذاك المال العام في علاقه بالنسخه؟ واش الدعم للمقروئيه ولا التاثير ولا شنو ولا العدد؟ جاوبنا هنا. نكمل معك اليوتيوبر. اذا ما عندكش بطاقه صحافه السي الشرعي، انت مخدم معك اذا انت الشرعي كتقع تحت طائله القانون. ولا يجوز لاي مؤسسه صحفيه ان تشغل من اجل 3 اشهر صحفيين غير متوفرين على بطاقه الصحافه المهنيه للسنه الجاريه. الرمضاني ما جددش بطاقته 3 سنوات، اذا طاح الدائره. شتو العمليه؟ طاح في دائره ديال A0، خصو يبدا A0. انا كنطالب المجلس اسيدي حيدوا هذا البنود، عطيوه بطاقه. غير دابا راه خارج الشرعيه. انت تقول لك انا باغي نخرجك لا انا باغيك تكون مع الشرعيه. انا بغيتك تكون مع الشرعيه، ما تكونش مع الشرعي، تكون مع الشرعي ومع الشرعيه. خصك تكون في دائره الشرع باش تهضر. واش انت غتجي تحاور مع وزير بوريطه
وانت عندك بكالوريا، والصحفيين عندهم ذكرتي جالسين مساكن كيموتوا ماهوش. كاين صحفيين يستحقوا البطائق على ما عاودوا لي بعض عباد الله دابا ربما تعالج ملفاتهم في المستقبل، وانت عندك بكالوريا وكتحاور مع وزير بوريطه، وحنا عندنا الشواهد ما عرفتش كيف. علاش السي بوريطه؟ فقط لانك انت مهداوي تعبر على مواقف مواطنه ودستوريه وعادله، حيت عارفين بوريطه غنسولو هو لا غنشدو قوال صافي. صحافه جيب القوال، حنا ما بغيناش القوالات كره كاع الضيوف. شوف الناس اللي كيجيو عندنا، انا غنجيك بعدا لهاد الضيوف، انا غنجي لك بعد. تمنح بطاقة الصحافة المهنية إلا صافي. إذا لا يجوز لأي مؤسسة صحفية أن تشغل لأزمة 3 شهور صافي، بلا ما غنزيد نطول معاك. يتعرض للعقوبات المقررة في مجموعة القانون الجنائي كل من أدلى عمدا بتصحيح يتضمن بيانات غير صحيحة قصد الحصول على بطاقة. صافي المغاربة، سؤال المغاربة واش جاوبوا على هذه الإشكالات القانونية؟ ما جاوبوش. السيد ما مجددش بطاقته، ما عندوش الإجازة اللي ولات دابا شرط، إجازة أو ديبلوم. هو ما عنده الرمضاني لا إجازة ولا ديبلوم. غنتعاطفوا معاه، غيتعاطف مع المجلس تعاطفا ما كاين باس، غيجدد واخا 3 سنين. انا كصوت نتمنى اصوات اخرى تتعاطف معايا، وكنتمنى صحفيين السيدي الرمضاني ياخذ البطاقه. علاش؟ لانه كان قديم ما جددهاش. ما يمكنش واحد الانسان ضرب 17 عام حيد. ولكن غير نقول الحقيقه، غير ما نتبوا، هذا هو القانون، ما عندناش شي خرجه اخرى. انت خارج القانون دابا، ما عندك لا باك، ما عفوا ما عندك لا اجازه لا ديبلوم. صافي مشيتي تخدم، قابلتي الحياه والدنيا واش كتجمع فلوس، ولكن نسيتي العلم والثقافه كان عندك فرصه ذهبيه. الناس راه ما عندهم والو، كيقراو في الحبس، كيقراو في السبيطار، انت ما قريتيش، طحتي في مشكله. بديتي كتقول عليا يوتيوب حتى فرقعت لك هذا الرمان. علاش؟ ماشي انا خبيت، الله عز وجل صبرت لك حتى جيتي، حتى بانت الحقيقه. ما عندكش. هما الناس كيقولوا جمله واحده، اش كيقولوا لك الناس؟ كل الدعم لاخونا الرمضاني حتى يحصل على اجازه. شي الجمله هذه خصها تقرا، قول اللي بغيتي من بعد. لا انت بانت الحقيقه، هادو هما النخب اللي كاين. صافي نحيد لك دابا من القانون، نكمل معك. النقاش بين الرمضان الرمضاني وبين اليوتيوبريين نقاش بين هذا النقاش هو نقاش بين صحفي مرموق وصل الى ما وصل اليه بالاجتهاد لسنوات في المهنه بكل اجناسها، وبين يوتيوبر اكتشف مداخيل الادسنس بفيديوهات مصابه باسهال غير قابل للتوقف. يا كاس الشرعي. لا ما كيضحكوا عليكم الناس. اللهم الادسنس ولا نمشي نسترزق، كيقول لك واش غير المرتزق. شكون هو المرتزق؟ تعرف شكون هما المرتزق؟ اش نقول واحد الكلمه كنحشم وقالك كاين نقابه وكاين مجلس وكاين زملاء وكاين جمهور كريم وكاين رمضان. كاش نقول واحد الوصف على واحد وينطبق هو اخلاقي ما كتسمحليش. غادي نتجاوز هذا الوصف هذا، ما غاديش. هذا النقاش هو نقاش موجه لمن نسميهم خوتي المغاربه لكي يقولون ما الذي يريدونه بالتحديد. لهذا انقاذها من الهوان والضياع. انقاذ المهنه من الهوان ومن الضياع. شكون جايب لي هنا؟ شكون؟ نقول لكم واحد القضيه. شتي هاد الاخوان اللي ورايا، هاد الاخوان علال القادو سينا كتعرفوها خلاص. كاين السي الاخ الاخر سميتو الياس المالكي، الله يفرج عليه مسكين في هذا النهار. والسي الاخر ادوما كان مثلي، ما عرفتش واش باقي مثلي ولا لا، ما عرفتش. هذا بعدا لان فينا ياك هادو راه خوتنا مغاربه كل واحد. ولكن انا شخصيا والله ما عندي معهم شي حساس، وكنتمنى لهم حياه كريمه وسعيده والله ينجحهم في حياتهم، والله ما عندي معهم شي حاجه. كاين الفرق ومني كتجيبهم. علاش كتجيبهم؟ ماشي هما، نتوما شنو هو الهدف ديالكم؟ نجموهم. ها حنايا شكون؟ حنا السي الشرعي، ها سي محمد الخليفه. كنجيبوا السي محمد خليفه، عرفتي باش كتناقش اش كيتسمى داك، نسيتو كاع، واحد الملتمس الرقابه. كتب ملتمس الرقابه في اليوتيوب، شوف المداخله ديال السي محمد خليفه واش كيقول البصري. محمد الخليفه دا الوزير السابق وعضو لجنه التنفيذيه، واحد من ابرز دابا قيادات حزب الاستقلال دابا، رجل له مكانه علميه معرفيه اخلاقيه. السي محمد الخليفه تجلس حداه بحال اللي جالس مع الشعر كله ديال في الشعر، يهضر لك في الشعر، دوزو الاسلام، دوزو الفكر، جبد لك الماركسيه، اللي بغيتي، والادب الوطني والوطنيه. ها هو كان السي محمد الخليفه. شتي حنا شكن هذا هو. ها السي عزيز غالي، احب من احب وكره من كره، مواقف واخلاق ونبل حقوقي. والله شريتيه بمال الدنيا.
سي مصطفى بن حمزة، الرجل العلم والمعرفة والأصالة والدين والفكر والأخلاق والوطنية، إجماع المغاربة الاحترام للسي بن حمزة. السي النويضي الكفاءة الدولية في الأمم المتحدة، معترف به من طرف الأمم المتحدة، وكيرافع ومقبول فاش ما بغيتي، وشارك في انتخابات فلسطين، ومعروف على الصعيد الدولي، له عشرات المؤلفات. ايوا ها فرق بيننا وبيناتكم، ها شكون عندنا شنو عندنا. هاد الاخوان لهم كل الاحترام والتقدير، كنقول توظيفهم من طرف هاد المجموعه ديال الشرعي. اش كيقول لك؟ قال لك حنايا هذا النقاش ايضا هو نقاش مثير من خوتي المغاربه والضياع والطفل، مزيد من الغرق لها من خلال اقفال كل مقاولتنا الاعلاميه الوطنيه الرصينه والمحترمه، والتحول حول صحفيه البلد حلقه تقد على الحلقه راه هي ارضيه ومهد المسرح. الحلقه راه منهجه الفن وجا الغيوان وجاو الحلقه في جامع دار التراث حرام بعدا. ولي شرف نكون حلايقي، هذا الشرف لا ادعيه. عاد تعالوا ضحك الناس، راه بعدا الحلايقي كيدير شي حاجه، كينتج فرحه. نتوما كديو الناس للحبس، تنتجون الالام. هم فاتحه مشات مسكينه ذاك العام للحبس. شكون دا مي فاتحه على الحبس؟ شنو هي المنشورات اللي دات مي فاتحه على الحبس؟ عا كنسول انا ما عارفش شكون اللي دا مي فاتحه على الحبس. شحال من اسلاميين مشاو للحبس، شحال من يساريين، شحال من صحفي مشى للحبس. اما الحلايق راه ينتجوا متعه، ما كيطيح دموع طفل، ما كيبكي امراه، ما كيدير والو. شنو كيديروا هاد الحلايقي؟ هاد المصطلح اللي كيستردوا الحلايقي. الحلقه راه انسان، راه واحد كائن عنده مهارات. غير تعالى وجلس قدام الناس وانتج فرجه. دابا جامع الفناء ساهل على منواله، واللي خايبه هي تكون سعاي، تكون شفار، تكون نصاب. ما الحلايقي راه ما شفار ما نصاب، هذاك راه كائن بشري خدام على. وحلايقي تلقاه نتج استاذ وتنتج دكتور. نضحكوا من هذه المهن في التاريخ. حلايقي قمه. عرفتي بغيت نقرا واحد، غادي تخليوني نقرا واحد المقطع رائع، واحد كتيب قريته رجاء. هذا للمعرفه خوتي المغاربه، خليوني نقرا عليكم غير مقطع صغير باش تعرفوا لجماليته. غادي نقرا عليكم بسرعه ونرجع للنقاش. شوف في السياق اللي كنناقشوا حنا، شوف كيقول لك هذا الكاتب. شوف عظيمه هذه المقوله عظيمه. قال لك مجتمع المقموعين، بحال دابا حنا كنقولوا حلايقيه الهضراوي العنف اللي كاين وسط الفيسبوك. علاش حنا مجتمع؟ قال لك كنقمعوا حيت كنتقمعوا. لحظه اش كيقول هذا المفكر؟ قال لك هناك مقوله تكرر الايام اثبات صحتها، وهي ان مجتمعات القامعه والمقموعه تولد في نفس كل فرد من افرادها ديكتاتورا، ومن ثم فإن كل فرد فيها ومهما شكى من الاضطهاد يكون مهيئ سلفا لأن يمارس هذا القمع ذاته الذي يشكو منه، وربما ما هو أقصى وأكثر عنفا على كل من يقع تحت سطوته. فالمثل المحتذى متوفر أمامه كل يوم في من يضطهدونه، وهو شاء أم أبى يسري فيهم ما يمكنه أن يقلده. ولهذا يتبين أن الموظف الضعيف الهزء والمسخر له أنياب لا تقل حدة وإداء عن أنياب من يهزئونه معه ويسخرونه أو يسخرون منه، ولا تظهر هذه الأنياب أنيابه إلا حين تتاح له الفرصة للترقي الوظيفي، وحين يصبح أمرا يعلي على آخرين يستطيع أن يضرهم، وحين يصبح آمرا على آخرين يستطيع أن يضرهم وينفعهم. كتلقاوها في الزواج، العجوزة كتدقدق مرت ولدها، أولا مرت ولدها كتدقدق. خوت في الخدمة الموظف منين كيجي هذا الصراع؟ حيت المجتمع مقموع. المجتمع اللي تيكون شبعان قمع ومهلوك كلشي كيتحول فيه إلى ديكتاتور. اللي طاح في شي واحد كيبغي يعني يفرشخو. واخا خوتي المغاربة نكملوا مع هاد. قال لك كل صحفي البلد على فلوس المدرسه للوليدات كيعاود كيفاش انا كنعاود للمغاربه. هي كالسي الشرعي. دابا ولينا الفيرما ولا دابا خوتي المغاربه دابا هادو غيدافعوا على المصالح العليا ديال البلاد. شي صحفي ملي كينزل هكا اش السي الشرعي؟ عطيني غير الربع نعطيك، والله تنعطيك اللي عندي. عطيني غير الربع اللي عندك، 1% من داكشي اللي عندك. نقسم بالله الا عطيني نعطيك اللي عندي. عطيني انت 1% من اللي عندك وخذ اللي عندي قدام المغاربه. ها هو تحدي رفعت السي الشرعي. عطيني نعطيك. ها فيرمات الفلوس. هذا ماشي التدليس على المغاربه. فين هي الاخلاق والنبل؟ فين هو الصحفي؟ فين هو التقصي؟ فين هو الخبر؟ تقول المغاربه الحقيقه. دابا ها هي ماده جريده كتباع فلوس مدرسه الوليدات، جاب الوليدات للطريق، وبقيه الحماقات التي يتابعها الناس
الله يطبق ستر، الله يطبق ستر. هادو هما اللي داو بوعشرين الحبس، ماشي هما زعما داروا المتابعة، ماشي بسببه، ولكن كان عقل قبل ديك السجالات. عرفتي هادو اللي بداو معاك، هادو اللي بداو معاك بحال هادشي اللي تجي شي واحد تيقول مهداوي كيدير لك الصوره كيبغيو يقادونا انا وياه، زعما حنا وياه بحال انا بحال هادو، زعما شي وحدين زعما كيدير لنا الاستاذ، كيجي شي واحد فوقنا كاع قاري اكثر منا حنا كامل وكيدير تدوينه وكيحطنا بجوج، زعما تساويوني مع هادو ياك. كنتفكر شي ناس دوك هما اللي كيساليو معايا، كيبغي يساويك معاه، كيبدا الصحافه ما بقاش وطرها طيبه الحمام. تاسير كتلقى بنادم اما كره اما الغيره، اما بنادم باغي حتى هو غايعد راسو يقول ما عجبكش هذا المنتوج دوز سير لبلاصه اخرى اللي كنعرفو نقي بعقلو. هاد الجوج كاين عطا الله الارض، انت كتناقش شي حاجه الا شداتك، الا باغي دير ذاتك وسطنا، باغي تقول انت استاذ اكثر منا الموجات هو ليس نقاش تافها، هو انعكاس جديد لوجهنا الجماعي في هذه المهنة المسكينة عن الحرفة. لذلك لا تكسر المرآة بسبب اليوتيوبر قبيلة كبسوا الوجه قبيح، أصلحوا في هذا الوجه. نمشيو دابا كبسوا أنا نوريك كبسوا ياك. ثم دابا هما المهنة شنو قال بعد هذيك الجملة هي اللي خصنا نشدوا فيها لأنها مهمة بزاف. شنو قال اخوتي المغان؟ النقاش رصين، نقاش بين مهنه رصينه بضوابط وبين منطقه تجيب يا فم وقول. واخا ما كاين باس الاستاذ العزيز، احنا غنمشيو معاك وحده بوحده. شوف نجاوبنا عليه. شوف وجزء كبير من المسؤوليه يتحملوها ناس بحال كثير رمضاني، الله يسمح لنا والله. علاش بالضبط في برامجك وتتمنى ما تقطعش، بالعكس هادشي اللي كنخليه. جبتي لنا عاهات ورديتهم نجوم، عاهات جبتي برنامج اقسم بالله، جبتي عاهات ورديتهم نجوم. سمعتي؟ واخا نمشي لك شنو قلتي هنا؟ شو المغاربه؟ شوف قال لك الضوابط ورصينه والثقافه والاخلاق. سمعوا اليمين على من انكر، ولا اليمين على من ادعى؟ قال لك اليمين على من انكر. سمعوا المغاربه. شكون هذا الوزير؟ جاوبني شكون هذا المعطى اللي عطيتي؟ انا جاوبنا انت، وانت اللي قلتي البين على من ادعى، انت اللي ادعيتي انت. البينات على من انكر. كيفاش ما فين كاين هذا؟ البينات على من انكر. هذه قاعده فين كاين هذه السردبه؟ عمركم في حياتكم سمعتوا البين على من انكر؟ هذا صحافه مرموقه ورزينه. سمعوا السي الشرعي اش كيقول على هذه صحافه رزينه. الصحفي هذا تدليس ولا ماشي تدليس؟ عمركم سمعتوا البينه على من انكر؟ كنقولوا واليمين على من انكر وفكاش من سياق. تصور ما عارفش هو حتى الفرق بين الواقع الايجابي والواقع السلبيه. قواعد الاثبات على من فوقاش كتكون قواعد الاثبات المغاربه؟ في الواقع الايجابي والواقع السلبيه. واحد الصحفي خدام عندي قال لي ما خلصتكش، قال لي ما تخلصش. واش هو اللي غيثبت؟ هو عنده واقعه سلبيه كيدير يثبت. واحد الصحفي مشى للمحكمه وقال المهداوي ما خلصنيش. اليمين شكون البينه على من عليا ولا عليه؟ هو عنده واقعه سلبيه كي غيدير يثبت ما تخلصش، كي غيدير لها في التليفون ما تخلصش. ولكن الواقعه الايجابيه عندي انا اللي غنثبت على انني خلصته. الا كنت ما خلصتوش راه ما عنديش كيف، ولكن كنت خلصته انا خلصته. الواقع انا الاثبات انا عندي. هو تيقول لي قال لك وزير كان غادي نثبت لك، انت اللي قلتي. اذا البينه عليك انت اللي ادعيتي. شوفوا المغاربه كيفاش قلب التدليس. هذا هو الصحافه الرصينه. السي الشرعي ياك ديال الصحافه الرصينه. يلا زيد انا موظف. انت خارج المهنه، خارج الشرعيه، خارج القانون. اذا انت كتنتحل صفه، دابا انت منتحل لصفه. وانا موظف. سمعتوا انا موظف. واش الرمضاني موظف في دوزيام؟ موظف مدرادي؟ واش الرمضاني كيشملوا القانون الوظيفه العموميه؟ دابا لا هان شي واحد الرمضاني، شي مواطن هان الرمضاني غيتابع المواطن باهانه موظف عمومي. وشوفوا المغاربه، شوفوا التدليس. انا موظف عنده علاقه شغل عقد اجير، هو قال لك انا موظف. ما كيميش بين الموظف وبين الاجير. هذا هو الصحفي المرموق رقم لسنوات. يلا ياك السي الشرعي جالس كتعطيونا في الدروس نتوما. واخا نمشيو لهاد نتوما الصحافه كتقول السي الشرعي ياك انت مول كلنا اسرائيليون، كلنا اسرائيليات. بعدا نسوق واحد القضيه السي الشرعي انت والرمضاني وهاد الاخوان اللي كتعجبكم، ديروا شي مسيره لفائده اسرائيل. نشوف واش كيخرج معكم في هاد المغاربه. ياك المغاربه خرجوا لفائده فلسطين بالملايين. انا بغيت غنوزنوكم، بغيت غنعرف هاد اسرائيل في المغرب شحال نتوما.
باش نعرفوا هذا النقاش نحبسوه. هذا هو جوهر النقاش معكم. حنا مع كلنا فلسطينيون، انتم كلنا اسرائيليون. وخرجوا بغينا نشوفوا هذا والله لا خرج معكم شي واحد، والله لا خرج واحد. اما حنا كنخرجوا بالملايين في المغرب، وكنخرجوا في 2 الليل وفي 5 الصباح وفي 4 الليل وفي 3 الصباح. ما بغينا كنخرجوا. يلا حدوا شي مسيره باسرائيل ونشوفوا هذه الخرجه هذه. شوفوا شحال من واحد مع هذه الفكره ديال اسرائيل. سمعوا المغاربه، هذا صحفي كيتحدى ياك السي الشرعي، تقول الاخلاق والمهنه والعنف وانت اللي خرج في المسيره كتقول الشعب يريد اسقاط الطبيعه. ها وحده اخرى، مع مشاورتها الحاج. ها وحده اخرى. شكون وكلك الشريف؟ شكون فوض لك تهضر بسميتي انا؟ شي واخا تقول الشعب الا رضوان الرمضاني. انا مازال كنقولها بكل الجرأه الممكنه، انا مع علاقات طبيعيه مع اسرائيل. عجبتك ما عجبتكش لوح راسك في البحر. رايي شنو هي لوح راسك في البحر المغاربه؟ انا مع ضد المغاربه، ضد رايي كلكم. انا ما عجبك انا ضد. الصحفي تيكون لبق، الصحفي كائن حقوقي، الصحفي راه انسان راه كيحمل الام الناس، وخصو يخلي جسر التواصل مع الناس. بهذا الفيديو دابا وهذا باقي يتواصل معك شي واحد بهذا التحدي المشاعر انا، وسيروا عاودوا لباباكم. وشحال من حاجه انا ما كنتفقش مع المغاربه فيهم، ما كنتفقش معهم فيها، ماشي كنافق، لا كنحافظ على جسر التواصل حيت عندي واحد النوع من الافكار نخليه خيط شويه بشويه، ما نقطعش معاه. نقول المغربي وانت عند ماشي صحفي هذا، كي صحفي كي سياسي كي الحقوقي، دائما شويه بشويه. اي واحد حامل شي فكره خاصك الناس شويه بشويه تم غادي معاهم، حيت العنف دابا تجاه الناس. انا واخا غادي نختم معاك دابا بهذا، كتقول الاخلاق ديال المهنه والصحافه. دابا الاساتذه قوم للمعلم يوفيه التبجيله، كاد المعلم ان يكون رسولا. السي الشرعي اللي كتعطيونا الدروس كتاخذوا المال العام والجرائد. دابا هذا المشهد اللي غنوريك، ياك كتقول المهداوي هذا مشهد، هذا صحفي في القناه الثانيه ياك، وصحفي في اذاعه، وعندنا الكفاءات. هذا مشهد تهضر بهذه الطريقه. دابا المنطق الامي المريض اش دير مع هذا الجنس هذا؟ اش هاد الويل، اش هاد البساله، اش هاد قله الحياه، الجهل. شوف لا الاساتذه ديال لا شوف هذا عنف ولا ماشي عنف؟ الاساتذه ديال وشحال من مره قلتي على شكون النقابه ديال بالقاف، سي نقابه هي حاضره. عرفتي كنت دوينا واش معاهم النقابه شنو هي القاف، والمجلس الوطني القاف. بلا ما نكمل تقولي اخلاق المهنه سي انا كيقولوا دابا الشرعي اللي كتب هادشي. نتمنى يكون السيد الشرعي راه عنده صباع ما فيهش هضرنا انا وياه في هادشي، وعنده اسهم ديالو في هاد الجريده. والله لا زعم عليا شي واحد وما كان الضوء خضر مع السي الشرعي. هذه قناعه عندي، راه هو المسؤول، راه عضو مجلس اداري ولا شنو. وعلى اساس السي الشرعي دابا شنو دابا السيد كيرمي الاساتذه ديال الويل نسبوا الناس، الصحافه كنسبوا الناس ومشاعرنا كنسبوا المغاربه. فين اخلاق الصحافي؟ تعطيونا عمري سبيت انا الصحافه، سبيت الاساتذه نضربوا انا بحال هكا بالستيله وندير هاجمت انا الصهاينه وشدوها ولصقوها مع المغاربه. صح وحلو. نقدر نسب انا الاساتذه ولا عطيوني شي حركه اجتماعيه كانت في المغرب وعاونتوها نتوما كمجموعه الشرعي. ناضوا الاساتذه نضتوا ليهم، ناضوا المحروقات كتنوضوا لهم، ناضوا الاطباء كتنوضوا لهم، الصحفيين المعتقلين عطيوني حركه. شنو هي شي حركه اجتماعيه ساندتوها؟ تقارنوا راسكم بالخطنا حنا التحريري. عطيوني شي حركه ما وقفتش معها. ناضوا الاساتذه التعليم كنا معاهم، ناضوا الاطباء كنا معاهم، ناضوا ضحايا الزلزال كنا معاهم، جات القضيه الفلسطينيه هادشي على الاخر لا ما نناقشوا الارشيف القديم. ناضوا الاساتذه كنا معاهم، كنستقبلوا الضيوف من المختلف، ما عندنا حتى شي مشكل. نستقبلوا الاسلامي واليساري والحداثي والليبرالي في قضاء في مدونه الاسره. تجيو دابا هنا اليوتيوب وما عندكش بطاقه، ما عندكش بطاقه انت والمؤسسات تحت القانون مخالفين القانون. دابا انتم يا الشرعيه ماشي والمغاربه ما عندوش بطاقه. دابا ما عندوش بطاقه يشتغل. البوليسي دابا يولي بوليسي ما عندوش بطاقه، ما عندوش الطبيب بلا شهاده يدير لنا يحل لنا بنادم. وعاوتاني الاستاذ يمشي المحامي يولي محامي بلا ما يدوز لنا المباراه ديال المهنه. كيفاش ما عندنا لا صفات، وغدا نقولوا العشوائيه ونبداو نهاجموا الناس. ما عندكش بطاقه صحافه لا تملكها. صافي القانون واضح. دابا انت والمؤسسات ديالك خدمتك تنشر بجوجكم خارج القانون، ما عندكش الحق تهضر. وثانيا ما عندك شهاده، ما عندك اجازه. خليك قدك تهضر مع الناس. انا ماشي تنعدمك، هي الاحترام. ماشي تهضر على الناس وتصحى القضاة. نفس العام عقلت ولادي قضاة المغرب شنو داروا ذاك النهار، نفس العام داروا لي اليوم. انا خارج لي صفحات وخارج لي ما هادشي كاينه في المغرب، ولاو كيخرجوا في نفس الوقت. الاكبر مشهر ولا هو كيتشكى من التشهير،
اللي ما عندوش وهو يوتيوبر، وذاك رضا الطاوجني اش كيدير في الحبس؟ ياك كانت عنده بطاقه رضا الطاوجني وما جددهاش، اش قالوا القاضي؟ ماشي عند القاضي قالوا الاخلاق وانا مخلق وانا عندي شريف عندك بطاقه، دابا عندك بطاقه، قانون كنشد القاعده القانونيه، ما عنديش بطاقه صافي. قالوا انت ملتحي لصفه. ايوا دابا انت رمضاني ماشي ملتحي لصفه، وانت الشرعي مخدم معاك شخص ملتحي لصفه وانت عارفه، انت عارفه سي الشرعي. دابا وضعيته ما تبقاش تفلسف عليا، ما جددتيش 3 سنين دازتك. اذا ملتحي شنو هاد المهنه اللي كيمارسها؟ باش كيستقبل الضيوف دابا الرمضاني؟ شنو صفه عنده؟ باش كيبان في التلفازه شنو الصفه؟ بغينا نعرفوا الصفه، شنو هي الصفه؟ اش كدير تما؟ كتعرف تهضر؟ كاين الناس بزاف كيعرفوا يهضروا، الملايين راه هادي الناس عندهم كفاءات ومهارات صحفيه، شكون اللي محبسهم؟ عندهم الصفه. كاين هادي الناس في القانون احسن من المحامون في المغرب بعضهم، ما قادرش يدخلوا يطرافوا في المحاكم، ما عندهمش الصفه. كاين هادي الاطباء مسكين او هالم مجرى، راه الصفه. واش واحد نقول له الصفه واحد لا؟ واحد نقول له انت حاصل. هذا هو المغاربه الكاين بمكيالين. خاص المجلس الوطني للصحافه يعطينا موقف، خاص النقابه تعطي موقف، النيابه العامه تعطي موقف، خاص الدوله تعطي موقف من هذا الشيء. هذا هو السيبه، باش ما يقولوش الناس راه شي محمي وشي ماشي محمي. خوتي المغاربه مرة أخرى كنشكركم وكنقول لكم هذا النقاش ليس بسهل. الناس اللي واجهوا هذا وبعضهم راه في الحبس، هذا النقاش راه كيدير الحبس. داكشي واحد يجي يتفنطز علينا، حنا ماشي مساخيط كنواجهوا، ولكن والله ما درتي هذا النقاش. هادو انا ما نشبهش هادو بالزرع بالزوج، حاشا، لا السي الشرعي ولا السي رمضان، والله ما والله ما كنشبههم. عرفت نعطيك مع مثال، ملي كتزرع الزرع باغي تحصد، ما كيجيش الزوج ياكل لك داك الشيء، ما كديرلوش داك العلام. واش كدير؟ ما كتجيبش فريطوكس ولا الدواء، اش كدير؟ وخلي الزرع بوحدو، ما تواجهش الزرع صافي، خلي يكون مثمر. ياك انت شوف، ياك انت الفلاح هدفك هو السبوله تجي غليظه في شهر 8 صافي، خليك مع داك الهدف. لا ما ولا ورا الزوج يحيد لك السبوله، وراه يجي بزاف ديال الحوايج. اذا خصك ضروري تواجه داك الشيء. وانا ما كنقارنش، كنقول لكم مع مثال خصوصا لا تجاوز ولا راه حصلتي شي حاجه في اخر العام. شنو هو الحصاد؟ هو داك الاصلاح في التعليم وفي الطب وفي واش لا تجاوز، وما يمكنلكش ضروري غتجيك شي مره توقف على هذا الشيء، غير ما تكثرش منه. فين العيب؟ ما تجرش. كاين ضروري واحد الوحده دير نقطه نظام وتذكر الناس وتقول للناس راه حنا ماشي حيط قصير، حيت هادو اللي لقاوك حيط قصير والله تيقصروا عليك اخوتي المغاربه. وهذا ثانيا ماشي مساله شخصيه بيني وبين، هذه راه فلسفه خدام عليها الناس تحت الخفاء ومخرج لي عدد من الناس. هذه عقلوا عليها المغاربه، مخرج لي عدد من الناس صفحات ومواقع وكل شيء، وربما ما عرفنا شنو ممكن كيخطوا فيه المستقبل. اذا ضروري خصك تواجه، ضروري. ملي كتبغي تحك شي، ما عرفتش كيفاش نوصف لكم شي فكره، ملي كتبغي تضرب العنبره باش تجيب ريون، بغيتي تصبغ العنبره الحي، ما كتحكش الحي، وراه كتحيد وتحك 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 وتحك. واش يمكن لك دير العنبره فوق داك الغبره ولا؟ ضروري خصك تحك، ضروري تحك عاد دير العنبره ولا تدلاك. الطوموبيله ما كتبغي ضروري كتحك، عاد كتبدا دير كطولي ولا شي حاجه خصك تحيد. وراه بحال هكا الحياه في السياسه. لا ما وعبد الله العلوي واجه نور الدين عيوش، وزينونيف واجه كامينيف، وفلان واجه فلان. تيجيو شي اساتذه هما اللي لا ما خصكش تناقشوا، لا راه ونقاش، والدليل هو خلق والصفع. وعاود النقاش ماشي بحال معسكرين مختلفين، ماشي بحال الاخوان. واش واحد كيجيب رضا بن حمزي وخليفه وكيجيب لي هو واحد كيجيب لي الاخوان كمواطنين محترمين، ولكن كيفاش كيبغي يقاد؟ واش غنقادوا هادو بهادو؟ قول لي المغاربه نقادوا حنا مصطفى بن حمزه مع ادومه ولا مع كذا، مع احترامي كمواطن، ولكن تقولوا مكانه العلميه والا الامام غنقادوه مع واحد، كل واحد عنده بلاصتو. تقادوني انا معاش نسحب لكم زعما بعض العباد الله ديك الاساليب زعما الخاويه. واحد عنده في السجل ديالو 3 سنين ديال الحبس، واحد عنده، واسمحوا لي ماشي كنتكبر انا مع هذا، واحد عنده سجل عنده 3 سنين ديال الحبس في سجله على اعتقال سياسي على دبابه، واحد ما عمرو تشاتشانيه، واحد عنده شهاده في الاجازه في القانون واجازه في اللغه العربيه وماستر ان شاء الله نحاول ناخذها في هذا الشهر 7. اذا شحال هما؟ وواحد عنده باشولي باك، وتقادونا ولا؟ واحد كيش الضيوف وكيواجه المشاكل من واحد عايش بالفلوس ديال المال العام ديال دوزيم وميد راديو، وواحد عايش على الادسنس يجي من اليوتيوب ويدير الفيديوهات. واش تقارنونا ولا؟ واحد عايش وسط مجموعه اعلاميه محمي من طرف السي الشرعي ومن غير الشرعي، وعنده صحابه وعنده صحفيين، انا من غير الله عز وجل وجمهور. تقادونا ولا؟ لا علاقه، لا علاقه. واخا تبغيو ديروا داك المخطط اللي كاين دابا من بعد ما فشل لهم كاع داك الشيء ديالي، راهم كيبغيو يستفزوني باش نطلع انا عرفت فوقاش نجاوب وعرفت شنو قلت، باش نقول معكم واضح.
كاين شي واحد كيبغي يسوديك باش انت زعما تمسخ معاه. راه كيديروا لي بعض الصفحات وبعض الناس نبغي نهضر معاهم باش نولي بحالهم. انا راه عايق باللعبه، انا عندي جمهور وملتزم قدامه محترم، ولن احيد عن الطريق، وفي اطار الله الوطن الملك ورضا الوالدين. صافي، الله الوطن الملك ورضا، هذا خطي، هذا هو الخط ديال الله الوطن. هما والله لا حملك تقول الله الوطن ولا هادو، والله لا بغاك، لا 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 ما كيحملكش، هو باغي يديك لهيه. هذه اللي بعض ما بغيتش نقول شي كلمه خايبه على بعض الناس ما فهموهاش، غير يديك لهيه يشقمك صافي، سلام معاك، يديك لهيه يقنتك صافي. حيت المغاربه لا والله ما تديني لهيه، ماشي ما ديريش بقناعه، والله لا تجدر عليا شي واحد في حبي لبلادي والملكيه ديالي، يقول عليا الحاس، يقول عليا عياشي، يقول داكشي يقولوا شغلك هذاك. الله الوطن الملك، وعلاقتي بالله الوطن الملك فيها الحب والقناعه وفيها حتى المصلحه، مصلحتي مع هذا الله ومع هذا الوطن ومع هذا الملك، راه مصلحتي ومصلحه ولادي هنا صافي. باش نكون معكم واضح، هما لا ما يبغيش تقول هذا الله الوطن الملك، لا يبغي يقول هذا الشير بالحجر، باغي لا لا لا، عندي معكم مشكله. انتوما اللي كتعرقلوا التنميه وديتوا الناس للحبس والمحاضر انا نقول ماشي كتديو بفهم بالطريقه اللي كتكتبوا. درتوا المعطيمون نجيب، قال لك احمد عاصي، درتوا المعطيمون نجيب التشهير مسكين بمجموعتكم، درتوا الصحفيين، درتوا سليمان، درتوا التوفيق، درتوا نشطاء الريف، درتوا قال لك عصيد بقى عصيد. هضرت على فركوس مشى جاب فركوس، هضرت على عصيد مشى جاب عصيد. تابعني، كنجيب الضيف هو زعما كيكبر بعصيد وكيتبع سميتو. شكون شهرتوا نتوما بالناس؟ عيب هذا التشهير اللي دوزتوا جريتكم بالمغاربه. شحال ديال الاطفال بكاو بسببكم، شحال ديال الضبوع بكاو بسببكم. فمره اخرى خوتي المغاربه نقول لكم هاد الناس اللي راهم في الحبس، يقول لك شي واحد المهداوي كيهضر كيبغيو يتجدروا علينا. توفيق راه دوز معاهم العذاب هادو، سليمان راه دوز جهنم من النقاشات والسجالات، وقبل منهم العقلت رشيد نيني وانوزلا. هذاك صحابكم المهداوي كيجبد، هذا راه معركه ماشي ديال الشخص ولا ديال المعاط، وهذا راه توجه وسط البلاد، هذا راه توجه. حنا كنمثلوا توجه ديال في اطار الله الوطن الملك الشعب. هادو انا بالنسبه لي هذه قراءتي كيمثلوا واحد التوجه معين، الناس صافي. كاع اللي واجه الحقوقيين دار لاباس في هذه البلاد، كاع اللي كتب على الصحفيين دار لاباس. فسروها ليا، غير كتب على والله العظيم اللي واجه الصحفيين والحقوقيين والمعارضين والمزعجين كلهم داروا لاباس في هذه البلاد صافي. هذه القصه بكل بساطه. كنشكركم والى اللقاء.